تخيلوا معايا الموقف ده. قاعدين في كافيه شكله حلو قوي في أي مدينة ألمانية، والويتر جاي ياخد الطلب. يا ترى هنقول إيه؟ ما تشيلوش هم خالص، الموضوع أبسط مما تتخيلوا، وفي دقايق هتكونوا جاهزين. طيب عشان نبتدي الكلام، أول حاجة محتاجين نعملها هي إننا نلفت انتباه الويتر بطريقة شيك، والجملة المثالية للموقف ده هي كان إيش بيشترين. الجملة دي معناها ببساطة ممكن أطلب، ودي بداية ممتازة جدا. وفي الغالب الرد هيكون جارن، اللي هي معناها بكل سرور. كده خلاص فتحنا كلام ومستعدين نخش على الخطوة اللي جاية. تمام قوي. ودلوقتي جينا للحظة الحاسمة، الطلب نفسه. والجملة السحرية اللي هنستخدمها عشان نطلب أي حاجة هي الجملة دي. إيش هتجان؟ بصراحة دي أكتر طريقة بحبها، هي الطريقة المؤدبة والشيك عشان نقول أنا عايز. أحسن بكتير من إننا نقول أنا أريد بشكل مباشر، وبتخلي الكلام يبان طبيعي أكتر كأننا من أهل البلد. كل اللي محتاجين نعملوه دلوقتي هو إننا نضيف اسم المشروب بعد الجملة السحرية. يعني مثلا إيش هتجان eine Apfelschorle لو عايزين عصير تفاح بالصودا، أو إيش هتجان ein Wasser لو عايزين مية. بسيطة جدا صح؟ طيب ركزوا معايا في النقطة دي عشان مهمة قوي. بصوا كده على المثالين دول. لما طلبنا مية قلنا ein Wasser، لكن لما بنطلب قهوة بنقول einen Kaffee. واخدين بالكم من حرف ال N الزيادة في آخر كلمة ein؟ السؤال بقى، ليه الاختلاف ده حصل؟ دي بقى تركة صغيرة في الجرامر الألماني، ولو عرفتوها هتخلي كلامكم مظبوط ويبان طبيعي أكتر بكتير. السر كله في نوع الكلمة. في الألماني كل اسم له نوع، مذكر، مؤنث أو محايد، وكلمة كافيه نوعها مذكر، وعشان كده الأداة بتاعتها بتتغير لأينن. أما كلمة فاسر فهي محايد فبتاخد أين بس. الجدول ده بيلخص الفكرة. بس كنصيحة، مش لازم تحفظوا كل حاجة دلوقتي، بس افتكروا دايما إن القهوة بتاخد أينن كافيه. دي لوحدها هتنقل مستواكم في حتة تانية خالص. ممكن ببساطة تقولوا einen Kaffee bitte، يعني واحد قهوة لو سمحت. سريعة وعملية، وبرضه بتطبق نفس القاعدة بتاعت المذكر. ممتاز. يبقى خلينا نلخص الخطة السريعة دي مع بعض. أول حاجة هنلفت الانتباه ب kann ich bestellen. تاني حاجة هنستخدم الجملة السحرية بتاعتنا ich hätte gern. وآخر حاجة هنضيف الطلب زي einen Kaffee. كده بقى معانا خريطة واضحة نمشي عليها. ودي بقى الخلاصة النهائية. اعتبروا دي الروشتة السريعة بتاعتكم عشان تطلبوا أي حاجة في أي وقت. دي أهم الأدوات اللي هتحتاجوها. وبكده ألف مبروك، دلوقتي معاكم كل حاجة عشان تدخلوا أي كافيه وتطلبوا أول طلب ليكم بالألماني بكل ثقة. الموضوع طلع مش صعب خالص، مش كده؟